الصومال البلد الذي كان يدفع صدقة لدول الخليج واجتاح يوما إثيوبيا، كيف تحول لدولة فاشلة؟ يوم سقط الصومال. لو سألت أي شخص ولد بعد العام 1990 عن الصومال في حال كان سمع بها، وأخبرته أن هذا البلد ذات يوم كان يدفع الصدقات لدول الخليج، وأن جيشه كان قويا لدرجة أنه اجتاح إثيوبيا، لظن أن كلامك عن بلد غير الصومال الذي اعتاد سماع أخبار الحرب والمجاعة عنه. فكيف كان الصومال وكيف أصبح بلدا فاشلا؟ وهل هنالك عودة؟ الصومال تاريخيا هو جزء من القرن الإفريقي، وواحد من المناطق المأهولة بالسكان منذ عصور قديمة. وعلى أرض الصومال قامت ممالك عديدة وثقت صلاتها مع حضارات تعتبر الأقدم في التاريخ، أهمها الحضارة المصرية الفرعونية وحضارات العراق واليمن. وبحسب بعض المصادر فإن الملكة المصرية حتشبسوت زارت الصومال يوما في رحلة بحرية. ومن هذه الحضارات تنحدر أصول الصوماليين الذين تتمتع بلادهم بموقع فريد يطل على المحيط الهندي وخليج عدن ومضيق باب المندب، وسواحله تعد هي الأطول في القارة الإفريقية. وثقافيا ينتمي للبلاد العربية، بحكم أن كثيرين هاجروا للصومال من اليمن بعد انهيار سد مأرب الكبير. كما يعد الصومال من الدول الإسلامية الأولى، والتي دخلها الإسلام مبكرا عبر 3 مراحل. وتتمثل المرحلة الأولى بهجرة الصحابي جعفر ابن أبي طالب لأرض الحبشة زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أقام في منطقة القرن الإفريقي الحالية، وعلم ونشر الدعوة فيها هو وأصحابه. والمرحلة الثانية زمن الخلافة الراشدة عن طريق التجار الصوماليين الذين كانوا يأتون لمكة والمدينة. والمرحلة الثالثة زمن الدولة الأموية التي توسعت فتوحاتها في معظم المناطق. والثابت أن أهل الصومال اعتنقوا الإسلام طواعية وليس بالإجبار أو القوة، وهذا ما ساهم لاحقا في تحول مناطق الصومال لحواضر ومدن منظمة ستؤسس لبناء دولة قوية بدت ملامحها في القرن الخامس عشر والسادس عشر، والتي تجلت في حروب الصوماليين ضد البرتغاليين والإثيوبيين تحت قيادة السلطان أحمد بن إبراهيم الغازي، الذي يعرف أيضا باسم أحمد جيري. ويذكر أن السلطان قاد حملة لفتح إثيوبيا، وكان على وشك تحويلها لحامية إسلامية لولا تدخل البرتغاليين والأوروبيين، والذين واجههم السلطان أحمد في معركة وفلة عام 1542، وتمكن من إلحاق الهزيمة بهم، وقتل قائدهم البرتغالي كريستوفاو دي غاما ابن القائد البرتغالي الشهير فاسكو دي غاما. لكنه أي السلطان أحمد قتل في العام التالي في حملة انتقامية من البرتغاليين. لاحقا قامت على أرض الصومال ممالك متفرقة ستسهم في تحويلها فريسة للاستعمار البريطاني الذي قدم إليها أواخر القرن التاسع عشر، واحتل مناطق عديدة منها باستعمال أسطوله البحري الذي غزا الصومال من الشرق وبمعاونة الإثيوبيين الذين غزوها من الغرب. فاندلعت حركة مقاومة صومالية قوية مطلع القرن العشرين قادها سيد محمد بن عبد الله زعيم دولة الدراويش، واستطاع صد هجوم الغزاة طيلة 20 عاما حتى أدخل الإنجليز الطائرات على الحرب، وتمكنوا من اغتياله عام 1920. وبعدها انهارت المقاومة أمام المستعمر البريطاني، ما فتح شهية مستعمرين آخرين تمثلوا في إيطاليا وفرنسا، الذين احتل كل منهم جزءا من الصومال. وبات الصومال مقسما ل3 مناطق تعرف بالصومال البريطاني والصومال الإيطالي والصومال الفرنسي، الذي يعرف الآن بجيبوتي. في تلك الأثناء، وتحديدا النصف الأول من القرن العشرين، وبخلاف دول إفريقيا الأخرى، كان الصومال بلدا غنيا يشرف على الكثير من طرق التجارة البحرية، كما يشتهر بالزراعة وتربية المواشي. وتذكر بعض المصادر كناية عن وفرة الطعام أن الرجل في الصومال إذا اشتهى كبد الماشية كان يذبح الكبش ويأخذ كبده ويلقي بقية اللحم للحيوانات المفترسة.
وفي عام 1909 حين ضربت المجاعة الحجاز زمن حكم العثمانيين، أصدر علماء الصومال فتوى تجيز ذهاب أموال الزكاة لجزيرة العرب، وقامت حملات في الصومال لدعم سكان الجزيرة العربية وإمدادهم بالمؤن والطعام. لاحقا وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة الطليان، أقرت الأمم المتحدة بالانتداب الإيطالي على الصومال عام 1949، لكنها وضعت شرطا للانسحاب بعد 10 سنوات، ليأتي العام 1960 ويشهد استقلال الصومال الإيطالي، وبعده ب5 أيام استقلال الصومال البريطاني، في حين ظل الصومال الفرنسي أو جيبوتي تحت حكم فرنسا. ثم في نفس العام اتحد الصومالان البريطاني والإيطالي سابقا تحت راية دولة واحدة عرفت بجمهورية الصومال الديمقراطية، والتي خلال عقدها الأول كانت أول دولة ديمقراطية في إفريقيا، وتمكنت من صياغة دستور أقره الشعب الصومالي، وبدأت ملامح دولة حديثة بالظهور. ووضع الصوماليون في تلك الفترة قدما على طريق التطور والنهضة، حتى عرفت بلادهم في تلك الفترة بسويسرا إفريقيا، حتى جاء العام 1969 ليتغير حال الصومال للأبد. فماذا حصل بعد العام 1969؟ منذ استقلال الصومال عام 1960 تعاقب على حكمه الرئيس آدم عبد الله عثمان الذي حكم حتى العام 1967. خلفه الرئيس عبد الرشيد علي شرماركي، والذي اغتيل عام 1969 بعد انقلاب عسكري قاده محمد سياد بري، وهو حدث سينهي الحياة الديمقراطية في البلاد ويفتح صفحة جديدة من تاريخ الصومال، حيث أعلن سياد بري نفسه زعيما مطلقا للصومال وتبنى الأيديولوجية الشيوعية، وقضى على أي حركة معارضة داخل الصومال، بالرغم من قيامه بإصلاحات في جوانب أخرى في البلاد، حيث قضى على الأمية فيها. وبانقضاء عقد السبعينات أصبح أكثر من نصف الصوماليين يتقنون القراءة والكتابة، كما ساهم في تعزيز قدرات الجيش الصومالي الذي بدأ يحلم باسترجاع الأراضي الصومالية التي كانت قد احتلتها إثيوبيا وكينيا بدعم من الإنجليز. وخاض الجيش الصومالي عام 1977 حرب أوغادين، وأوغادين هي اسم الإقليم الصومالي الذي تحتله إثيوبيا. وتمكن الجيش الصومالي في تلك الحرب من تحرير 90% من الإقليم بعد فرار الجيش الإثيوبي أمامهم، لكن تدخل الاتحاد السوفيتي الذي أرسل مقاتلين من البلاد الشيوعية أعاد الكفة لإثيوبيا. وبالرغم من أن السوفيات كانوا حلفاء لكل من الصومال وإثيوبيا، إلا أن انحيازهم للأثيوبيين ساهم بانسحاب الصوماليين عام 1978، ليعود الرئيس سياد بري ينشغل بالداخل الصومالي أكثر، سيما بعد دعم إثيوبيا لحركات مسلحة معارضة لحكمه من باب الانتقام، ما أدى لبطش بري فيها وبالمعارضة، حتى أنه أواخر الثمانينيات منع تجمع أكثر من 3 أشخاص في العاصمة مقديشو، كما بات ينفذ حكم الإعدام في أي معارض أو حتى موال له يشك في ولائه. كما عاد الحركات الإسلامية بسبب أيديولوجيته الشيوعية ما أكسبه أعداء جدد. وبسبب سياسته الدكتاتورية دول عديدة قاطعت الصومال الذي بدأ يعاني أزمة في الوقود والعملات الأجنبية. وجاء العام 1991 والصومال على حافة الانهيار، فثارت القبائل وحركات مسلحة على حكم بري، وعاونهم بذلك ضباط من الجيش الصومالي، وانتهى الحال بانقلاب أدخل الصومال مرحلة جديدة أكثر قتامة مما هي قبل. فماذا حصل بعد العام 1991؟ سقط حكم الرئيس سياد بري، وتقاسم الصومال حركات وجماعات عديدة، شهدت سنواتها الأولى غرق العاصمة ومدن أخرى بالظلام نتيجة غياب الوقود والطاقة، وشهدت بعدها نقصا حادا في الأغذية والدواء، وذلك بعد انطلاق الحرب الأهلية الصومالية التي راح كل طرف فيها يعلن قيام حكم ذاتي. وكان أولى هذه الانقسامات ما يعرف بجمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا، والتي استطاعت النأي بنفسها عن ويلات الحرب الأهلية، وتقع في الجزء الشمالي من الصومال.
في حين قبع الجزء الجنوبي بين نار الأفرقاء. وحدثت المجاعة بين العامي 1992 و 1993، والتي أودت بحياة أكثر من 300 ألف صومالي، وتداعت دول أجنبية عديدة لاستغلال الوضع. وشهدت الصومال تدخلات دولية بدأت بالتدخل الأمريكي الذي سرعان ما انسحب بعد ضربات الجماعات المسلحة، كذلك قوات الأمم المتحدة التي اكتفت بالفرجة. وتدريجيا أعلن الصومال دولة فاشلة، وهو مصطلح بالأدبيات السياسية يشير للدول التي يغيب فيها النظام وسيطرة حكومة مركزية ولا سيادة فيها لقانون أو دستور. هكذا كان الصومال الذي استبدل القانون المدني بالأحكام القبلية والمحاكم الإسلامية، التي لاحقا ستتحد لتشكل جبهة تدخل طرفا بالحرب الأهلية. خلال تلك الفترة وتحديدا عقد التسعينات جرت محاولات عديدة لبسط الاستقرار في الصومال عبر الدعوة لمصالحات ترعاها الأمم المتحدة تارة والدول المجاورة تارة أخرى، ولعل أبرزها كانت خطة السلام التي قدمها الرئيس الجيبوتي عمر إسماعيل جيلة عام 1999، وتبعها عام 2000 اجتماع مثقف الصومال الذي سعى لإفراز حكومة وطنية. لكن خلال تلك الفترة وما بعدها كيانات عديدة كانت قد أعلنت استقلالها ورفعت راية الحكم الذاتي، وبات من الصعب توحيدها، مثل جمهورية بونتلاند التي أعلنت الاستقلال عام 1998. كذلك في نفس العام دولة في الجنوب استقلت وعرفت باسم جوبالاند. وحركة ثالثة يقودها جيش رحونوين أعلنت الاستقلال عام 1999 على حدود بونتلاند. وحدث استقلال ذاتي رابع في جلموج عام 2006، بالإضافة إلى جمهورية أرض الصومال التي سبقتهم جميعا، وتحاول حتى الآن اتخاذ خطوات جادة نحو الانفصال النهائي. ليأتي العام 2004 والذي شهد صعود لاعب جديد على الساحة، وبدا أنه أكثر قوة من بقية نظرائه، عرف بالمحاكم الإسلامية، والتي تكونت من 14 فصيلا، 2 منهما كان محسوبين على تنظيم القاعدة وتحت قيادة شيخ شريف شيخ أحمد. كما اتخذت لها ذراعا عسكرية قيل إن منه خرج تنظيم الشباب المصنف على قائمة الإرهابي في عدة دول، والمعروف بكونه فرع القاعدة في الصومال. وفي تلك الفترة أيضا دخلت إثيوبيا على خط الحرب وأرسلت قواتها لصد الجماعات الإسلامية المسلحة، كما دعمت حركات علمانية لم تصمد طويلا أمام ضربات حركة الشباب المجاهدين. وبحلول العام 2006 تمكنت المحاكم الإسلامية من بسط سيطرتها على العاصمة مجاديشو. وبعد 3 سنوات انسحبت إثيوبيا، وأصبح شيخ شريف رئيسا للصومال بعد انضمامه لحركات المعارضة السياسية، ما أدى لانقلاب حركة الشباب عليه، وما دفع باستمرار الحرب الأهلية، لكن بصورة أساسية بين الحكومة في مجاديشو والتي نالت اعترافا جزئيا، وبين حركة الشباب المجاهدين الذين باتوا بالإضافة للتفجيرات في المدن الصومالية يدعمون حركات القرصنة في المحيط وخليج عدن. وجاء العام 2012 لتشهد الصومال تحولا تدريجيا نحو الاستقرار النسبي في العاصمة مجاديشو، حين انتخب حسن شيخ محمود رئيسا أواخر العام 2012 من قبل البرلمان الصومالي، متفوقا على نظيره الرئيس السابق شيخ شريف. ولتمتد فترة حكمه حتى العام 2017 حاول فيها توحيد الصومال وإنهاء وجود الشباب المجاهدين. ثم خلفه العام 2017 رئيس جديد، وهو الرئيس الحالي للصومال محمد عبد الله فرماجو، الذي أدخل الصومال نفق أزمة جديد بعد تدخلات أجنبية ستحول دون توحيد الصومال. فماذا حصل بعد العام 2017؟ محمد فرماجو كان رئيس وزراء الصومال زمن شيخ شريف، وتحديدا العام 2010، وكان مقربا من قطر التي سعت منذ العام 2005 الدخول على خط الوساطة بين الفصائل المتناحرة في الصومال. ونظرا لأهمية الصومال وتحديد موقعه الجغرافي، سعت قطر وبعدها تركيا لتعزيز تواجدهم في الصومال، ما دفع دولا خليجية أخرى لتعزيز تواجدها في جمهورية أرض الصومال.
وبات الصومال مرتعا للتدخل الأجنبي، وباتت أرضه ساحة لصراع إقليمي لم يلتفت للصومال طوال سنوات الصراع والمجاعة فيه، وبدأ فيه ما يشبه حرب الموانئ، حيث شيدت قطر ميناء في الصومال تبعتها تركيا، ثم جاءت الإمارات وشيدت ميناء في أرض الصومال، ما دفع تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية لها في الصومال. وبدا أن حربا ستندلع هناك ليس للصوماليين فيها ناقة ولا جمل. وخرجت في العام 2019 تسريبات أكدت لاحقا بين سفير قطر في مقديشو ورجل أعمال قطري يدعى خليفة كايد المهندي. يقول فيه السفير القطري إن أصدقائنا، ويقصد حركة الشباب، هي وراء التفجير الإرهابي الذي حصل بمنطقة تدعى بوصاصو تابعة لبونتلاند. وأضاف بالتسريب: دعوهم يطردون الإماراتيين من الصومال. احنا قاصدين ان يكون في عنف، لأن العنف الله يسلمك هو اللي بيخلي الثقة مفقودة عند الإماراتيين. ما دفع حكومة بونتلاند لاتهام الدوحة بدعم الإرهاب في الصومال لتصفية حسابات سياسية مع خصومها في الخليج. وحتى الآن ما زالت الصومال وتحديدا مقديشو تعاني من تفجيرات حركة الشباب الانتحارية التي تودي بحياة عشرات المدنيين والعسكريين فيها. وما زال حتى الآن الصومال مقسما بعد أن استبدلت حكومة عاصمته الجديدة الحرب الأهلية بالحرب الإقليمية، بانتظار تغيير يأخذ الصومال نحو استقلال جديد واستقرار دائم ينهي عقودا من الصراع والفقر والمجاعة دفع ثمنها مواطن البلد الذي كان ذات يوم يعرف بسويسرا إفريقيا، وتحول الآن لمثال على الدول الفاشلة.